أذكركم في مواجهة المنتخبات العربية في دور ثمن النهائي لغاية اليوم. مالي مع تونس في الساعة 10 مساء، ثم المغرب وتنزانيا يوم السبت، والمغرب تنزانيا يوم الأحد الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ثم يوم الاثنين مصر ويا بنين في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والجزائر وكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء. هذه المواجهات كما ذكر الزملاء أن يعرضوها وعرضوها أمامكم. بتعليقك بدر. يبدو على الورق أنه منتخب في متناول المنتخب المغربي، لكن مع ذلك أنا أحذر، لأن نحن المنتخبات شمال إفريقيا غالبا ما تعاني مع ما يوصف عادة بالأسماك الصغيرة. هذه المنتخبات اللي نقول على أننا نفوز عليها بحصص قوية أحيانا تقف كالشوكة في حروقنا. قراءة في هذه المواجهات للمنتخبات العربية في دور ثمن النهائي. على الورق في رأيي في مواجهتين من المفترض أن هم يعني سهلين بلغة الكرة، يعني مواجهة مصر مع بنين حظوظ مصر أكبر بشكل كبير، مواجهة المغرب مع تنزانيا زي ما بدر قال حظوظ المغرب أكبر بشكل واضح جدا. الصعوبة تأتي في اللقاءين الآخرين، يعني تونس مع مالي، وما أدراك ما مالي بالنسبة لتونس عقدة تاريخية عقدتني أنا شخصيا من كتر اللي بتعمله مع تونس. مالي تحديدا عقدة تاريخية في أفريقيا. ده مالي دي عذبت تونس يا رجل، 4 مباريات ما فيش ولا فوز لتونس على مالي. كمان الكونغو منتخب قوي جدا، هيبقى ند قوي للجزائر. طبعا إن شاء الله الجزائر يفرحنا ويكسب وحظوظه تكون أكبر، ولكن هتكون في ندية كبيرة جدا. المنتخب الجزائري هيواجه صعوبات كبيرة جدا في هذه المواجهة. ده المواجهتين الأصعب. أصعب مواجهة عربية في رأيي الشخصي المنتخب الكونغولي أقوى فريق في الأربعة اللي هيقابلونا. منتخب كونغو الديمقراطية أقوى فريق في الأربع منتخبات اللي هتواجه المنتخبات العربية. إنما منتخب مالي هو اللي ممكن يكون عشان بس قصة العقدة، فنفسيا من الممكن المنتخب التونسي يواجه صعوبات. لا ما قلناش. لا مش صبر. قلت حاجة قبيلة قلقتني شوية. قلت وقت اللي جبدنا على تونس وأنه ترشحت الدور الثاني، قلت هي تنزانيا ترشحت، أيوه حتى مصر ترشحت، احنا ترشحنا الكل ترشح، والمغرب ترشحت. معناها تقارن فما مقامات. نكونوا قاسيين صحيح ومعاكم في كل شيء، وانا قاسي اكثر منكم، ولكن هي تنزانيا ترشحت خلي تونس. لا انا ما نقبلهاش، تونس تبقى تونس، والجواب تو يجيك ان شاء الله. النقطة الثانية بس لا شنو المقامات؟ هي امكانيات اسماء ونجوم ومدربين. خلي ليه هو قال لك هي تنزانيا ترشحت، معناها شنو اللي عملتوه؟ معناها هو حتى مصر ترشحت. ايوه ما انا برضو ما قلتش ان مصر انجاز. نجيك المالي ساعة، نجيك المالي ومالي انا جيتك عليها. من اقصى مالي من كأس العالم اخر الدورة الكاس؟ انا بتكلم عن افريقيا فقط. كيف تبقى مش بدلوا لبسك يلعبوا انا قلتها 4 مباريات في افريقيا. شوف التاريخ للتاريخ بالنسبه لي انا، كل مقابله عندها حقيقتها متاع اليوم. التاريخ للتاريخ. تحسب لي انت مالي ربحتني عام 2015 بلاعبين اعتزلوا، نحكيوا على اليوم جيل اخر. انا ناكد لك وانه الملاعبيه متاع تونس والاطار الفني اللي مسؤوليته كبيره، وسامي الطرابلسي يتحمل اكبر جزء من المسؤوليه ويتحملها، لانه وقت اللي تلقى فريق كامل منهار مسؤوليتك انت يا سامي. تلقى ملاعب 2 ما همش حاضرين، مسؤوليه الملاعب ما حضرش، اما فريق كامل مسؤوليته. بس ما قصد ترى. لا وانا عايز اوضح. بس دقيقه، بس ما قصد، هو ذكر تنزانيا. انت فهمت تنزانيا وتونس؟ اي لا قال وقتها لا يقصد. قلت له قال تونس ترشحت الدور الثاني انجاز، قال ماهوش انجاز اوكي، اما هي تنزانيا ترشحت الدور الثاني معناها خليته. لا طيب انا نقول ما نقولهاش، يعني يستحيل باش نقولها على اي فريق اخر. لا هو انا مش فاهم هو الاعتراض فيه. انا بعترض انه لما نقول ان تونس تأهلها للدور الثاني إنجاز، لا ده لا يقلل من تونس. أنا ما أقدرش أقول إن تأهل مصر إنجاز، مستحيل أقول إن تأهل مصر للدور الثاني إنجاز، وأعتقد الجميع يتفق معايا. أما لو قلت غادي أكمل بس والله ما أقطعك. موافقك. أما تقول لي هي تنزانيا ترشح. لا أنا قلت إزاي قلتها أول مرة. قلتها إزاي الكل حاضر. أنا قلت لا يعتبر إنجاز لتونس لأنه في منتخبات أقل بكثير. يعني هو ما فهم ولا لم يستوعب. أنا مش فاهم هو ما استوعبه إيه. مش فاهم هو فاهمها إيه أصلا. شربتها أنا بقولها تاني. لا أنت سمعتها إيه؟ عندك وضح ماشي. أصل أنا مستغرب هو أساسا فهمها كده إزاي.
ايه هو لا بس خلي هو يعلق الجزئيه الثانيه بس انا هسيب عبد الكريم هو اللي يوضح لان انا بحاول اوضح له مش عايزه توصل له. الجزئيه الثانيه بتاعت افريقيا بقول لك لا لما يكون التاريخ و2010 و2015 لا انا بتكلم في كره القدم دايما احنا بنتكلم على العقده وبعدين ما بتكلمش في 2010 ولا 2000 انا بتكلم في النسخه الاخيره تونس ما قدرتش تفوز على مالي في النسخه اللي قبلها ماشي في النسخه اللي قبلها طب في النسخه اللي قبلها مين اللي فاز؟ هي منتخب مالي يا صديقي قبل الاستقلال ما اختلفناش احنا بنتكلم والله العظيم انا بتكلم على مباراه اخر مقابله خرجناهم من كاس العالم مش تقليل من المنتخب التونسي انا لما اقول انه المنتخب التونسي بيعاني نفسيا امام مالي في افريقيا مش تقليل. اخر نسختين المنتخب التونسي وتذكر الحكم اللي انهى المباراه في قبلها ب4 دقائق في النسخه الماضيه وهزيمه تونس امام مالي في النسخه اللي قبلها ضربه الشمس والله انا ما لما ضربته الشمس انت صابر تراوري بقي راك صابر الغراوي ايوه لما انهى المباراه بس لازم نوضح على الاقل انا ما فهمته من صابر بان القول بان تونس ترشحت الى الدور الثاني وهو انجاز امر لا يجوز لان لو ان بنحسب هذا اللي انت فهمته طبعا يعني معنات كلامك فتحي لم يفهم لا انت هذا لا صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فهمها غلط شوف فهم لا يا عبد الكريم فهمها غلط اللي قلته تونس ترشح الدور الثاني مش انجاز انا موافق لكن ما زدت بعد الجمله هذه وانه هي تنزانيا ترشح معناها يا بدر انا من عادتي لا احب ان ارافع عن صابر تراوري طيب شوف لكن عندما ذكر الجمله ماذا قصد بها؟ قصد انه لا يجوز ان نقول بان تاهل تونس يعتبر انجاز هذا متفقين لكن من يجب ان يعتبر التاهل الانجاز هو تنزانيا بس هذا التكييف القانوني وصلت يا صابر لو مش عارف انت فهمتها ازاي لغايه دلوقتي انا مش مستوعب انت وصلتك ازاي لكن اريد تعليق على هذه المباراه انا اتمنى وعندي امل ان تونس ممكن ان تعبر نسور مالي في حاله واحده لو قابلوا مالي التي تعادلت مع جزر القمر والتي تعادلت قبلها مع زامبيا ولا يقابل مالي التي واجهت المنتخب المغربي لانه انا استغربت مالي كانت امام جزر القمر وزامبيا بمستوى وامام المغرب بمستوى كبير. خلينا نتفق على شيء علشان الرجل ينتقل الى ما يريد من فقره اخرى لكن كل مباراه وكل دور له حسابات حقائقه وبالتالي هذا الان الدور بالنسبه لتونس رمي وراء الظهر الآن تونس يجب عليها أولا وأنا واثق تماما بأنها ستظهر وجه آخر مختلف في الدور لا فوت دفوك يا ممتاز بس من قال لك أنا عندي فقرة أنا نحن نستمر لا أنت قلت جميل.